نحن ربينا جيل الذي أعتقد بدأ بجيلي بأننا نحن شعب خاص، لدينا خصوصية، نحن مهد الإسلام، نحن نمتلك ما لا يمتلكه الآخرين. الحقيقة نحن الفرقة الناجية. كل هذه الأكاذيب صدقها الناس، فصاروا يبررون. حين نطالب بأن المرأة تعمل في أماكن عامة، لا نحن شعب خاص. حين نطالب بقيادة المرأة، لا نحن شعب خاص. لا أبدا، ما خصوصيتنا، لا توجد أي خصوصية. بالفعل عندنا المدينتين المقدستين مكة والمدينة، لكن هذا لا يعني أننا احتكرنا الدين وأننا المسلمون الوحيدون في هذا العالم. أن هذه ثقافة ذكورية انتشرت، ذكورية سعودية بالتحديد، انتشرت بين الناس وبغطاء ديني. لكن إذا أنت تنزلين وتحققين في كل ما يجري في هذا المجتمع، كل شيء يجري لا علاقة له بالدين. منذ متى الإنسان يجرد من رقابته الذاتية وتوضع هيئة في الشوارع تلاحق البشر وتحاول أن تبحث عن من أخطأ ومن أصاب؟ هذه من حق من أعطاهم هذا الحق؟ الإنسان له الحق أن يحدد لنفسه ما يريد وما لا يريد. المرأة يمكنها أن تحدد لنفسها هذا الحق؟ طبعا. لماذا؟ لأنها مثل وسط وجود مثل هذه السلطة. لا، هذه السلطة يجب أن تزال وستزال، سيأتي اليوم. شوفي العلامات الواضحة لموت الأيديولوجية أو الفكر الغير صحيح. يبدأ من التعصب والتصلب. هذه واضحة. هل رأيتي إنسانا ميتا لينا؟ يموت، يتصلب. نفس الشيء، هذه الأيديولوجية ستتصلب وستصل لأقصى درجة من العصبية، لكن في انحدار دائم. انظري التاريخ. نحن حين ننظر لكيف وصلت الكنيسة في أوروبا ومن تصلبها ومطاردة الفكر ومطاردة العلماء وقتلهم وحرقهم، إلى أن ثارت الناس عليهم وانتهت وتساقطت. هذا الدور يحكيه التاريخ عبر جميع الأيديولوجيات الشيوعية وصلت لها. بحدوث هذا التساقط؟ لن يحدث في جيلنا، لن يحدث. هناك زمن، سيكون هناك زمن. لكنه سيحدث. احنا في الشرق، انا حتى اعتبر الشرق الكبير اللي هو باكستان من ضمنها وتركيا، كل المنطقة الجغرافية، فكلهم في نفس بالنسبة لي في نفس المسمى، شعوب بائسة، هذه رجال بائسين فعلا. وهي واضحة، يعني أنه فاقد الشيء لا يهبه أبدا. هؤلاء الرجال فقدوا كل ما يمكن أن يعطيهم الصورة الحقيقية لرجولة. رجولتهم يستمدونها من قوة الإسلام إذا كانوا مسلمين، أو من قوة العادات والتقاليد إذا كانوا غير مسلمين، والمجتمع القاسي جدا الذي يعطي حق أكبر للرجل من المرأة. فبالتالي لا يمتلكون القوة من الداخل. وفي مجتمعنا، لنعود إلى مجتمعنا السعودي، يستمدون قوتهم أيضا من ضعف النساء، لأن النساء اخترن معظمهن، اخترن أن يكونن ضعيفات لأنه حياة أسهل. فبالتالي هذا الرجل كل ما تكون الزوجة ضعيفة يشعر بأنه أقوى. فكيف تستندين على رجل لا يستمد قوته من نفسه؟ ولا تنسين أن الرجل الشرقي عليه قهر مضاعف أيضا. يأتي القهر من المجتمع ويأتي قهر السلطة. هو الرجل دائما هو المواجه للسلطة أكثر من المرأة. والسلطات في دول الشرق قاسية جدا، قاسية لدرجة أنها ممكن أن يختفي الإنسان دون أن يعلم عنه أحد. الرجل في السعودية منفوش الريش مثل ما يقولون، لأنه أعطي أكثر من حقه وسلطة أكثر من يتحمل أن يتصرف بها. فعلا صار يعتقد أنه يجب أن يكون رئيسا منذ تخرجه من الجامعة، يريد أن يحتل منصب الرئيس. لا يمكن أن تجدي. الآن أنا أعرف أن الرجال سيقولون أنك تعممين، أنا أتحدث عن الظاهرة، لكن في الغالبية العظمى. لكن إذا قلت لماذا لا نجد عمالا؟ بالكاد نجد عامل سعودي، مع أن جيل والدي كان والدي عامل وكثير من جيله. لا أفهم أنا لماذا لا توجد مساحة للأديان في هذه الأرض الكبيرة التي تدعى السعودية. يعني إلى الآن لا نجد كنيسة للمسيحيين، ولا نجد معبد لليهود، ولا نجد معبد للهندوس، مع أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الجاليات الموجودة في السعودية. نحن يوجد بين 6 ملايين إلى 8 ملايين يعني هي الفكرة أن الدولة السعودية هي كما قلت قبل قليل مهد الإسلام، وهي الدولة أكثر الدول الإسلامية محافظة
وتقيدا بالدين الإسلامي، هذا هو الرد الذي لا، يجيبون به على مثل هذه نحن الأسئلة. لماذا نخاف من الأديان الأخرى؟ ما الذي يخيفنا؟ نحن واثقون من أنفسنا وأننا لدينا دين ونؤمن بكل تفاصيله. لماذا لا يوجد نصا شرعيا يمنع من إقامة كنيسة أو معبد لأي ديانة؟ إذا كانوا يرفضون مثلا في مكة والمدينة هذا ممكن أن يبرر، بينما المدن الأخرى التي يتواجد فيها كثير من العمالة الأجانب كيف يبرر؟ يبرر بأنها مدينة مقدسة بالنسبة للمسلمين، مع أنه مكة، أنا أتصور اليوم مكة يجب أن تفتح لشعوب العالم المسلمة وغير المسلمة. لماذا مثلا إلى اليوم شيخ الحرم ينتمي إلى نفس السلالة أو الأسرة وينتمي إلى نفس المنطقة وهي أي نجد؟ أسرة؟ هم مثلا عندك سبيل، هذا السبيل أبا عن جد. لماذا دائما هذه الأسرة، أو لازم تكون أسرة نجدية؟ لماذا الإسلام يحتكر عند السعوديين فقط؟ هل هم السعوديين هم المسلمون؟ طيب إذا احنا نريد أن ننشر فكرة قبول الأديان والتسامح مع الطوائف، من المفترض أن هذا المنبر الحرمي المكي يعطى للطوائف المختلفة. ما هي الطائفة اللي جميع الحرم الطوائف. يسلمين؟ لماذا يكون رجل أو الشيخ الحرم من المذهب الحنبلي؟ لماذا لا يكون يوما من الحنبلي، يوما من الشافعي، المالكي، الحنفي، الجعفري، الإسماعيلي؟ ولماذا لا يعطى لجنسيات أخرى؟ لماذا سعودي؟ المجتمع السعودي قائم على العبودية، عبودية الرجل للمرأة وعبودية الدولة للمجتمع. لا زال الإنسان لا يمتلك قراراته، لكن من الذي جرد من كل شيء؟ هو المرأة في السعودية. لا زالت المرأة تعيش حياة العبدة أو الأمة، فبالتالي ما الذي يفرق بينه وبين غوانتنامو؟ على الأقل في غوانتنامو السجناء الآن كثير منهم أفرج عنهم. نحن ما زلنا في هذا السجن ولا أحد يسمع عنا. متى سيفرج عنا؟